السلام عليكم وأهلا بيكم في قناة أخبار النهاردة بنكشف ليكم أسرار واعترافات هزت الشارع المصري. اعترافات مروة بنت مبارك في التحقيقات كشفت خيوط شبكة غريبة، وسر القبض على ليلى الشبح ومحمد عبد العاطي طلع أخطر من اللي الناس متخيلينه. وكل حاجة بدأت بعد القبض المفاجع على مروة بنت مبارك اللي ظهرت على السوشيال ميديا في أكتر من فيديو مثير للجدل. كانت بتتكلم بلغة فيها ثقة كبيرة وكأنها فوق القانون، لكن اللي حصل غير كل التوقعات. وفي التحقيقات مروة انهارت وبدأت تعترف بكل حاجة. قالت بالحرف: أنا كنت غرقانة في الدنيا دي وما كنتش لوحدي، أنا كنت مجرد واجهة، اللي ورايا أخطر مني بكتير. وهنا بدأ المحققين يفتحوا ملفات كبيرة، وكان أول اسم طلع هو ليلى الشبح. ليلى الشبح مش مجرد بلوجر أو اسم على تيك توك. التحريات أثبتت إنها كانت مسؤولة عن إدارة شبكة استغلال إلكتروني، وكانت بتستغل شهرة بعض الأشخاص في الترويج لأفكار وسلوكيات مخالفة للآداب العامة. وكانت بتشتغل بذكاء رهيب، وتستخدم فئات معينة من الشباب والبنات وتغريهم بالمشاركة. ومش بس كده، والاسم التاني اللي ظهر بقوة في التحقيقات كان محمد عبد العاطي، شخص بيشتغل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات، لكنه في الحقيقة كان بيتستر على نشاط مريب جدا. عبد العاطي كان بيستخدم شغله كواجهة لتجنيد شباب وبنات للسوشيال ميديا بهدف الإغراء والمحتوى المثير مقابل مبالغ كبيرة. وهنا المحققين بدأوا يربطوا بين الثلاث أسماء. مروة كانت بتظهر قدام الكاميرا، ليلى كانت بتدير المنظومة من ورا الكواليس، ومحمد عبد العاطي هو اللي كان بيوفر الغطاء القانوني والدعم المادي. والمفاجأة إن الجهات المختصة حصلت على تسجيلات صوتية ومحادثات بينهم، وكلها بتأكد التنسيق بينهم في استغلال البنات، وبعضهم قُصّر وتورطهم في قضايا أخلاقية خطيرة. ومن هنا صدر أمر بالقبض على ليلى الشبح وعبد العاطي فوراً. والشارع المصري اتصدم، خاصة إن الأسماء دي كانت بتظهر بصورة عادية على السوشيال ميديا وكأنهم نجوم أو مؤثرين بس، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماماً. الناس بدأت تتساءل: إزاي فضلوا سنين يشتغلوا بالشكل ده؟ فين الرقابة؟ فين الضمير؟ والنيابة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق، وتم توجيه تهم خطيرة، منها إدارة شبكة استغلال إلكتروني، والتحريض على الفسق، والإتجار بالبشر تحت غطاء السوشيال ميديا، وتسهيل أعمال منافية للآداب. والموضوع لسه مخلصش، في أسماء تانية متورطة، ومروة وعدت بكشف كل شيء. وفي بيان رسمي، النيابة العامة أكدت إنها بتتابع عن قرب كل ما ينشر على مواقع التواصل، وإنه مش هيتم التهاون مع أي حد بيحاول يضر المجتمع أو يستغل الناس لمصالح شخصية. والقصة دي مش بس عن 3 أشخاص، دي رسالة لكل واحد فاكر إنه ممكن يستخبى ورا شاشة أو كاميرا ويعمل اللي هو عايزه. الدولة دلوقتي عندها أدوات قوية، والقانون بيتطبق على الكل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في قناة أخبار النهاردة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.